السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشتركاتي الأعزاء، نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بخير. اليوم حبيت نبارطاجي معكم وصفة من وصفات الكيك اليومي اللي هي كيك بالحليب الساخن. جربتها أنا ببيضة واحدة فقط، مليحة تليق مع فطور الصباح ولا قهوة المساء يعني، وما تكلفش بزاف. شوفوا راكم تشوفوا النتيجة تاعها قدامكم. راح نمر مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. هنا عندي في الوصفة هذه راح تكون عندي بيضة كاملة، عندي نصف كيس من الخميرة الكيميائية، نحتاج لمبشور الليمون. أنا حبيت نديرها بذوق الليمون، عليها استخدمت مبشور الليمون. عندي ربع كأس من الزيت، نصف كأس من الحليب، وربع كأس من السكر، وكأس فارينة. اللي ما يحبهاش تكون حلوة بزاف يقدر يستخدم ينقص في كمية السكر، ينقص حوالي ملعقة كبيرة أو أقل من ملعقة كبيرة. أنا نحبها تكون حلوة، عليها ندير نصف كأس من السكر. راح نبدأ نمر مباشرة لطريقة التحضير. نحط البيضة تاعي وراح نضيف عليها السكر، وراح نخلطهم جيدا بالخلاط حتى يتفتح اللون تاع البيض تاعي. بعدها مباشرة راح نبدأ نضيف الزيت تاعي اللي هو ربع كأس، نضيفه بالتدريج، نضيفه على 4 دفعات كما راكم تشوفوا، ما نخلطوش دفعة واحدة، مع الاستمرار في الخفق. بعدها راح نضيف ملعقة أو أقل من ملعقة كبيرة من الخل. الخل راح يعاوني باش الكيك تاعي ينتفخ، وراح يضاعف مفعول الخميرة، يعني راح يمد لكم نتيجة مليحة بزاف في الكيك. على كمل نخلط جيدا. بعد ذلك راح نجي نضيف مبشور الليمون، على ضفت كمية من مبشور الليمون باش يعطيني النكهة تاع الليمون في الكيك تاعي، يمد نكهة مليحة بزاف. نمزجو الكيك تاعنا. بعدها راح نجي نضيف الفارينة اللي بطبيعة الحال تكون مغربلة. راح نضيف نصف الكمية، نضيف عليها نصف كيس من الخميرة الكيميائية اللي هو تقريبا ملعقة صغيرة مملوءة جيدا. نمزجهم مليح ونضيف باقي الكمية تاع الفارينة تاعي. راح نتحصلوا على خليط يكون ثقيل نوعا ما، لكن هنا ما تخافوش، الخليط تاعي راهو راح يخف من بعد كي نضيف له الحليب. من جهه اخرى راح نجيب الحليب تاعي، نصف كأس من الحليب كما قلت لكم، نضيف عليه ملعقه كبيره من الزيت ونحطه يغلي على النار. كي يهز الغليه الحليب تاعي راح نجيبه ونضيفه مباشره مع الخفق المستمر فوق الخليط نتاع الكيك تاعي كما راكم تشوفوا، وما نضيفوش دفعة واحدة، نضيفو على دفعتين أو 3، ونستمر في الخفق حوالي دقيقة ونصف أو دقيقتين. أنا هنا حاولت أني أسرع لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل. شوفوا ها هو القوام اللي نتحصلوا عليه. بعدها مباشرة أنا راح نجيب المول تاع الكيك تاعي اللي راح نستخدمه. أنا استخدمت هذا المول الصغير. عفوا هنا أنا كنت نسيت ما حطيتش لافاني، جبت حطيت رشة تاع الفانيليا وخلطتها، ومباشرة نفرغ فوق المول تاعي اللي كنت دهنته بالزيت ورشيته بالفارينة. المول تاعنا ما نعمروهش حتى للماكسيموم تاعو، نديرو 3/4 لانه الكيك تاعنا راح ينتفخ. شوفوا هنا
بعد ما طاب لي حطيته في فرن على درجة 180 درجة. كي شفتو بدا يكتسب اللون الذهبي في الجناب ومن الفوق، زدت حمرته، شعلت له من الفوق وحمرته. وكما شفتوا اي نوع تاع المول تاع الكيك كي تدهنوه بالزيت وترشوه بالفارينه راح نتحصلوا على نتيجه هايله، يعني نديموليوه فاسيلمون. انا قطعته معاكم باش تشوفوا القوام تاعو. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا الوصفه هذه، تعطيونا رايكم فيها. واللي زاروا قناتي لاول مره نتمنى انهم يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس ليصلهم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.